بعد سن ال 21 سنه احنا بنفقد 1% من الكولاجين بتاعنا كل سنه. طب يا دكتور، احنا عارفين ان RRS من احسن استخداماته بتكون في الوش، لكن اللي فهمناه انه له استخدامات تانية جديدة احنا مش عارفينها، ايه هي؟ ال RRS حلاوته ان انا اقدر اوظفه في كذا حاجه. اوظفه ان انا اقدر اشتغل بيه في النك، في الرقبة. بالظبط بيعمل كده. ايه؟ اقدر اشتغل بيه في الخطوط بتاعت الرقبه علشان الخطوط اللي بالعرض. بالظبط كده. اقدر اشتغل بيه في الفاين رينكلز الموجوده، الحالات اللي خست وحصل لها ساجنج في الجلد، بقدر ان انا احسن الساجنج الموجود في الجلد. بقدر احقنه كمان في الديكولتي اريا، الناس اللي عندها برضو البيشنت اللي عندهم ترهلات في الجلد برضو او فاين رينكلز وستاتيك رينكلز. بقدر اشتغل بيه في الهاند، في الايدين من فوق طبعا انجكشن جوه الهاند برضو عشان بيعمل ايه يا ترهلات دكتور الإيدين. بالظبط؟ يعني هو بيشيل الخطوط الرفيعه ولا بينفخ الايد سنه؟ بيعمل ايه؟ هقول لك، هو في خلايا اسمها الفايبروبلاستس، الخلايا دي اللي بتنتج الكولاجين اصلا جوه الجسم. لما احنا بنحقن الار اس هو بيشتغل ان هو بيحفز الفايبروبلاست الموجوده فبتنتج الكولاجين. الكولاجين ده بيقل تدريجيا اصلا مع العمر. من بعد سن ال 21 سنه احنا بنفقد 1% من الكولاجين بتاعنا كل سنه. فطبعا لما احنا بنحقن الكولاجين باي ستيموليترز والار اس، عارفه انا دايما بشبهها اكن مثلا في مصنع، المصنع ده فيه 100 واحد بيشتغل، كل يوم في عامل بيقف. انا جبت واحد مدير خلى ال 100 عامل رجعوا يشتغلوا تاني. فانا حفزت الكولاجين الموجود في الجسم وحفزت الالاستين، فبالتالي انا خليت دايما السكين الاستيك، خليت السكين ترجر دايما ممتاز. You trust in every product, our passions just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty every day.